بايدي نو. اوه دي بقى قوية جدا، دي واضحة جدا. طيب هوريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين معاكم سلسلة حلقات انت مدرب كلبك. النهاردة انا معاكم كابتن اسلام القاضي ومعايا جوست. حلقة النهاردة عن ايه؟ عن مش هتخلي كلبك خايف من حاجة ازاي. ناس كتير بتشتكي ان كلابها بتخاف من حاجات كتير. خلونا نفرق في الاول بين نوعين من الخوف. في نوع من الخوف موروث الكلب بيتولد بيه، وفي نوع من الخوف مكتسب زي الحالة بتاع الجوست دلوقتي، وهقول لكم سببها ايه. الخوف المكتسب بيمكن علاجه، ولكن الموضوع متعلق بحاجتين: شخصية الكلب في الاساس، والحاجة التانية مدى تعرضه لأسباب الخوف. يعني مش هجيب كلب عنده 5 سنين بيتعرض لضرب وعنف وزعيق وحرمان من الأكل وإلى آخره، الأسباب اللي خلته بيخاف، وأساويه بكلب لسه عنده 10 شهور، لسه عنده 5 شهور. كل ما كان الكلب أصغر، كل ما كان علاج المشاكل السلوكية المكتسبة أسرع بكتير واستجابته أحسن بكتير. أوكي. المشكلة اللي عندنا النهاردة مع جوست، جوست خد تجربة مع مدرب تاني كان آه عنيف شويه معاه. خلوني اقول لكم داون، داون، ستي. ده خلاه بيخاف من الكوريكشن. كان المدرب بيلبسه خناقه وهو كان بابي لسه 3 شهور، ودلوقتي 5 شهور ونص، وكان بيتعامل معاه بالخناقه. وده من ضمن الحاجات اللي قلت لكم عليها، العنف في استخدام التدريب، واثره زي ما احنا هنشوف دلوقتي انه بقى بيخاف من الصوت العالي. واعتقد ان هو ممكن يكون اتضرب لانه بيخاف من حركة الايد. ركزوا معايا كويس قوي عشان تعرفوا الفرق بين الكلب اللي بيخاف والكلب اللي ما بيخافش. بصوا عينيه عملت ازاي. اوكي. طيب لو عملت الليش كده زي العصاية عملته كده، مش عارفه، يبقى هو ما اتضربش بيه ليش. شفتوا الفرق بين الاتنين؟ اذا الايد، بصوا الايد اتضرب بالايد قبل كده. وده بيودينا لحته تانية. لما اجي اقول لعميل كلبك بيخاف منك، انت بتضربه او انت ضربته، في حد ضربه قبل كده؟ يقول لي لا مستحيل، ده معايا من هو 30 يوم، معايا من هو 45 يوم، عمر ما حد ضربه في البيت. اقول له للاسف حضرتك بتكذب عليا. انا زي المعالج النفسي، لازم نحل المشكله مع بعض عشان اقدر اقول لك ايه الاخطاء اللي عندك بالظبط. الكلب ما بيكذبش. زي ما شفتوا اهو بالليش، هو ما خافش. تاني اهو، ركزوا على، بصوا بالليش عايز يعض علشان عنده بري درايف. بصوا بصوا نو. اما بايدي نو. اوه دي بقى قويه جدا، دي واضحه جدا. طيب هوريكم حاجه كمان قبل ما نعالج دي، ولا نعالج دي الاول؟ نعالج دي الاول. كم ست جود بوي. هو بيخاف برضو من وانا باجي اربطه بالليش. بصوا بصوا حركات ودنه، فبلفت انتباهه بالاكل على ما اعرف اربط الليش. اهو اهو. جود بوي. جود. استنى. جود بوي. شاطر. خليني اوريكم الحاجه التانيه اللي بيخاف منها، هي الكوريكشن. بصوا اول ما ادي الكلب كوريكشن، اشارات جسمه بتكون عامله ازاي. جود بوي. هو انا يعتبر برضو اشتغلت له عليها شويه، فهو مش هيبان هنا قوي ان هو بيخاف، بس هو اي كوريكشن. وهنا انا ملبسه طوق مش خناقه. بس هو بصوا، لو انا مش عايز اشد عليه قوي عشان عايز اكسر الحته دي، بصوا هيعمل ايه. بصوا اهو نزل داون، اعلن الخضوع، وده معناه ان هو الكوريكشن كان بالنسبه له حاجه مؤذيه. احلها ازاي؟ هنحل مشكلتين. اولهم ان انا عايز اما ارفع ايدي كده واجي انزلها عليه ما يغمضش. ست. هعمل ايه؟ بصوا. يس. تمام. موضوع بسيط. تكرار هو اللي ممكن يكون ممل لبعض الناس. ست. اهو هضرب اهو. يس. وارمي حته الاكل. هو لسه مش فاهم فما بيعرفش ياخدها ببقه. ست. يس. جود بوي. تقع مش مشكله، وياخدها من على الارض مش مشكله. هنا الهدف من ايه؟ ان انا كسرت عنده حاجز الخوف من اشاره ايدي دي. يس. الله ما شاء الله، في رابع مره طلع يقابلها. اوكي. يس. جود بوي. انا عايز ارميها له في اي حته، مش مهم بالنسبه لي. ست. يس. جود بوي ما شاء الله. جود بوي. جود جود. ست. ست. جود بوي. يس. بصوا المره دي اخرت رميه المكافاه ازاي، حركت ايدي شويه. جود بوي. كم. ست. يلا تاني. يس.
جود بوي. تمام. يبقى لو كلبي بيخاف من حاجه سبين، ودي علاج المشكله التانيه. بصوا، سبين، شد الليش. هو في حته اكل وقع في الارض، دي غلطه برضو ان هو ما شافهاش. سبين، اشد الليش وكافئ. ده علاج المشكله التانيه. بصوا اهو، اشد الليش، يس، بشد شده مش بنتش، علشان هنا ما يكونش بيخاف من الليش كمان. اوكي، يس بوي. بكسر الروتين بس معاه عشان ما يزهقش مني. يبقى اي حاجه كلبي بيخاف منها مطلوب ان انا اعرضه ليها بشكل تدريجي، من الابسط للاصعب. زي ما دايما بقول للعملاء، لو عندك كلبك بيخاف من الشارع، من الاصوات العاليه، من العربيات، ست، مطلوب منك انك تبتدي تنزله في اوقات متاخره الساعه 2 بالليل، علشان يكون نسبه الناس اللي موجوده في الشارع او العربيات اللي بتتحرك 10%. بعد كده استمر على هذا الكلام اسبوع. اعمل ايه واحنا في الشارع؟ بمشيه. لو كلبي خاف من حاجه بتجاهل خوفه، ما بصش، ما اهتمش، ما اتكلمش، ما طمنوش زي ما ناس كتير بتعمل، اقعد اطبطب عليه. بالعكس، هيبقى عنده سلوك او اعلانه عن الخوف طلبا لطبطبتك واهتمامك، هيبقى شيء عادي. فبالتالي المفروض ان انا اتجاهل التصرف ده، لانه تصرف غير مرغوب بالنسبه لي. واكيب ووكينج، يعني اكمل مشي زي ما انا، ومعايا التريت بتاعته، ويا ريت يكون لسه ما اكلش وجبته بتاعت بالليل، وابتدي اكافئه طول ما هو مش خايف ومركز معايا وبيسمع كلامي وباصص لي ولا اخره. ده مثال على الخوف اللي موجود عند معظم الناس، خوف من الشارع. مع التدريج ده، اول اسبوع بنزل الساعه 2 بالليل، تاني اسبوع هنزل الساعه 1 بالليل، تالت اسبوع الساعه 12 بالليل. اهم حاجه في الموضوع الاستمراريه. بعد كده كلبك يقف في وسط القطوره والعربيات والاصوات العاليه، عمره ما يخاف من حاجه. خلي بالكم من كلابكم. لو وصلت لحد هنا ارجوك والفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، ويا ريت لو لسه ما عملتش فولو تعمل فولو عشان هيفوتك كتير. كان معاكم اسلام القاضي وجوست. سلام. يس، جود بوي.